السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في لحظة جديدة من لحظة الطمأنينة. الرفق بالنفس مش دلع ومش تسيب ومش تبرير للغلط. الرفق بالنفس إنك تتعامل مع نفسك زي ما ربنا بيحب، مش زي ما الشيطان بيحب. الشيطان همه يحزنك ويتقل عليك ويقولك خلاص، ما هي كده كده ضايعة، انت فاشل، انت مش نافع، انت بعيد عن ربنا اصلا، انت منافق. وربنا قال انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. وقال سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يعني الحزن التقيل اللي يكسر مش من ربنا، من الشيطان. واللي بيعدك الفقر وبيأمرك بالفحشاء من الشيطان. ربنا دايما بيعدنا بالمغفرة والفضل، لأن ربنا واسع وعليم وحكيم ولطيف بينا. وربنا قال سبحانه وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله. اللي يقنط مش بيوعيك، ده بيبعدك. الرفق بالنفس انك لما تغلط تقول غلط، بس لازم ارجع اتوب ولازم ارجع لربنا. مش انا ضعت، انا انتهيت، انا مستاهلش. ربنا مش بيحب الصوت اللي بيجلد، ربنا بيحب الصوت اللي بيرجع وبيتوب وبيستغفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. يعني حتى وانت بتصلح نفسك لو مفيش رفق هتبوظ أكتر ما تصلح. الرفق بالنفس إنك تفهم إنك إنسان، مش مشروع كمال ولا كامل. هتقع وتقوم، هتغلط وهتتعلم، هتتأخر بس هتلحق، هتذنب بس هتستغفر. ده مش ضعف، دي حياة. ربنا عارف ضعفك وعارف تعبك لأنه هو اللي خلقك، وعارف الصراع اللي جواك أكتر منك. قال تعالى خلق الإنسان ضعيفا. الضعف مش لعنة، الضعف باب احتياج وباب قرب ربنا. الرفق بالنفس إنك ما تسمحش لصوت قاسي يسكن جواك، ولا تخلي جلد النفس يبقى عبادة مزيفة. ربنا مش عايزك تتحطم، عايزك تتزكى. تتزكى يعني تنضف وتنمو، مش تتكسر. لو حاسس إنك تعبان من نفسك جرب تقول يا رب أنا محتاج رفقك، وارفق بحالي وعلمني إزاي أرفق بنفسي. زي ما أنت رحيم بيا ارحمني يا أرحم الراحمين واجعلني رحيم على نفسي. دي بداية الشفاء. اللهم اجعلنا من الرحماء على أنفسنا، اللهم علمنا الرحمة على النفس. اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا كريم اكرمنا، اللهم يا عفو، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وبدل سيئاتنا حسنات، واغفر لنا وارحمنا ونقنا من الذنوب والخطايا كما تنقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم تفضل علينا وامنن علينا بكرمك وإحسانك وفضلك يا أرحم الراحمين. الحلقة الجاية هنبدأ مرحلة أعمق شوية، العفو الداخلي، لأن في جروح مش هتخف غير لما نسيبها تمشي. وابعت الحلقة لحد بتحبه، ممكن تكون سبب في إن يهدى على نفسه ويرحمها ويبطل جلدها، وإن ربنا يكرمه ويرزقه قلب رحيم بنفسه. ربنا يرزقنا جميعا قلوب سليمة تقية نقية صالحة. واكتب في الكومنت اللهم ارزقنا بقلب رحيم بالنفس وبالغير، واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل لحظة من لحظة طمأنينة. واكتب في الكومنت اللهم امين. وشكرا ليك، وصلي على يشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.